كل شهر وانتوا طيبين وبخير. ربنا يدوم عليكم الستر والنعمة ويزيدكم من فضل الله. الفيديوهات اللي كلكم بتحبوها وبتنتظروها فيديو الميزانية بتاع أول الشهر. النهاردة بقى عاملة فيديو غير أي فيديو. كل مرة كنت بقسم معاكم الميزانية. النهاردة روتين أو الميزانية بتاعت اللحوم، النهاردة الميزانية بتاعت الفراخ. حاولت النهاردة ان انا اجمع لكم كله مع بعضه، اكتر من 20 او 21 طبق لحوم. خليكم معايا، لو اول مره تشوفي قناتي واول مره تشوفي فيديو ليا اتمنى ان انتي تسيبي تعليق حلو منك ولايك واشتراك في القناه. ويلا نسمي الله ونصلي على رسول الله عشان خاطر اقول لكم كل التفاصيل بالاسعار زي ما بتحبوا. تعالوا بقى نشوف النهارده ميزانيتنا هتقطع معانا كام، واحسبوا معانا طول ما احنا ماشيين كده. هقول لكم كل حاجه. اولا انا كنت بس قبل ما بشتغل كل شهر فكان الديب فريزر ما كانش عاجبني قوي. مسكته بقى كده، غسلت الادراج وسبته ينشف كده وخليته تمام من اليوم اللي قبليه. النهارده بقى كفايه عليا قوي التوضيبات اللي انا بعملها. انا ما حبيتش ادخل في تفاصيل قوي النهارده معاكم، غير ان انا اقول لكم ايه الحاجات اللي انا جايباها واسعارها ايه. فعشان كده ما حبيتش ان انا ازود في التفاصيل. انا كنت غسلت الفراخ، هما 3 فرخات اللي انا جايباهم و2 كيلو بانيه، وهقول لكم الاسعار كلها بالظبط. المهم مش الاسعار، المهم احنا قسمناهم ازاي وهنمشي بيتنا ازاي. وفي نفس الوقت برضو الاسعار عارفه انها بتهمكم جدا، بس انا بخاف اقول اسعار بسبب اختلاف الاسعار من منطقه لمنطقه، بتختلف في حاجات كتير. بعض حاجات بنزل اسعارها او بقول اسعارها بلاقي ان فعلا مختلفه عند ناس تانية، زياده 10 جنيه والكلام ده كله. في ناس، بعض الناس بتكون تعليقاتها مش لذيذه وبتكذب. فانا هقول لكم الحاجه اللي انا جايبه بيها الاسعار. احنا في شهر 8 اهو، ودي اسعار الشهر ده. اولا انا كنت جايبه 3 فرخات اللي هنمشي بيهم الشهر بتوعنا، وكمان جايبه 2 كيلو بانيه غسلتهم كويس قوي ونقعتهم في ميه وليمون. وبعد كده هاخدهم اغسلهم بملح ودقيق واصفيهم تماما. خطوه مهمه جدا موضوع التصفيه ده يا جماعه. لما نكون هنشيل الحاجه في الفريزر ما ينفعش ان احنا نسيب فيها اي ميه، لان الميه دي ممكن تغير من ريحتها، خصوصا ان احنا في فتره الصيف فبتكون الحاجه سريعه ان هي يعني ريحتها تتغير. فنركز كده بقى وتعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ولو وصلتي لغايه هنا ولسه ما عملتيش لايك ولا اشتراك في القناه، اتمنى ان انت تعملي لايك واشتراك في القناه. وكمان عايزاكم تلفوا لفه كده في القناه وتشوفي الميزانيه وشوفي افكار الفطار والعشاء اللي احنا بنعملها. فيديوهات حلوه جدا، شوفي افكار للعزايم وكمان ازاي بستخدم الاطباق دي. انا عامله لكم فيديو اللي فات على طول ازاي بوظف الاطباق ديت في كل الاكلات اليوميه بتاعتي، لان في بعض الناس كتبت في التعليقات هل الطبق ده بيكفي اسره. طبعا بيكفي اسره، ووريتكم اسبوع كامل باخد الطبق من الفريزر وبشتغل بيه ازاي. اولا انا هتكلم عن الاسره 4 افراد، احنا 4 افراد. فانا هتكلم عن اسره 4 افراد او 5. فهنا الطبق انا بحط فيه 8 قطع بانيه. اعتقد ان قطعتين بانيه جنب مكرونه جنب رز اصفر جنب اي وجبه اكل انت هتعمليها كافيه جدا. كمان انا عندي ابني مثلا الخامس لما بيكون موجود، بكون عامله حسابي مثلا في اطباق صغيره على جنب، ببدا اطلع الطبق ده جنب ده. يعني انت تقدري تحطي في الطبق 10 قطع او 8 قطع زي ما تحبي او زي عدد اسرتك. عايزه اقول برضو ان الميزانيه بتختلف حسب عدد الاسره، لان في بعض الناس بتقول ان الميزانيه كتيره او قليله. طب انتي بتوزنيها بناء عن ايه؟ في واحده بتكون عروسه لسه هي وزوجها بس ومعاهم طفل، فلما تحط في الطبق 4 قطع بانيه او 5 قطع بانيه حلوه جدا وهيفرق معاها في عدد الاطباق. طيب انا حطيت طبق فيه 8 وطبق فيه 8، وهنا انا بحاول الحتة دي بتفرق معايا كتير وبتديني كمية ازيد في ايه. ان انا ببدأ ان انا اخد البانيه واقطع بقى الحتت اللي هي العريضة او اللي مش مظبوطة، في حتت كده تحس انها مقطعة. كل ده ببدأ ان انا اعمله بالسكينة وابدأ اطلع كل الحاجات دي الزوايد دي. هنا بلم القطع اللي هي بتبقى عريضة اللي هي اسمها الموزة شوية دي، عشان بحب اعمل لهم ستريبس يوم بنعمل ريزو وعليه القطعة بتاعة الستريبس. طب انا بقى لميت الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، اللي انا لميتها دي، اوعوا تستهونوا بيها ابدا. هبدأ بقى ارصها كلها فوق بعضها كمية حلوة كده حوالي نص كيلو، وببدأ بقى ان انا اقطع. خدوا بالكم
احنا عاملين دولت 2 كيلو بانيه، فيعتبر ادي التلات اطباق، كل طبق فيه 8 قطع، والباقي زي ما انتم شايفين كده. تقدري تحطي الشاورما دي كلها في طبق واحد، او تقدري تقسميها على طبقين. يوم بعمل فتة شاورما سوري، يوم بعمل مكرونة بالفراخ، صينية رقاق. وده اللي احنا عملناه في العزومة بتاعتنا. لما هنطلع اللحمة، خدوا بالكم الحاجات دي ممكن تكون انتي بتشوفيها كل شهر عندي، او في حاجات سابقة، عشان خاطر انا كل شهر بنمشي على نفس النظام، بس بندخل شوية حاجات جديدة كده ونقدر نوظف الحاجة اللي احنا بنشتريها صح. طيب انا جبت كمان مع الثلاث فرخات نص كيلو كبد وقوانص، عشان خاطر اقدر استغل طبق واعمل وجبة كاملة جنب التلاتة كبد وقوانص اللي بتوع الفراخ. يعني فاهميني هي واصلة لكم؟ فانا بجيب نص كيلو بقى وابدا بقى اقطعه قطع واكون غسلاه كويس. عايزه اقول لكم ان انا يعني فترة الصيف مش بتبل الفراخ بتاعتي. يعني بعد ما تغسليها بلاش تحطي ملح وفلفل وبصل وتشيليه في الفريزر، لا، عشان خاطر لازم فترة الصيف دي غير الشتاء، بتطلعي الحاجة وتعيدي شطفها تاني. يعني كل الغسيل اللي احنا غسلناه ده غسيل مبدئي عشان احنا هنشيل حاجتنا في الفريزر. طيب التلات فرخات كانوا قاطعين 500 جنيه، والبانيه عندنا ب170 يا جماعه. البانيه ب170 اليومين دول، والفراخ ب77. معرفش الاسعار دي عندكم ولا لا. طبعا الحاجه رخصت، الفراخ عموما رخصت. اي نعم هي الاسعار غاليه برضو، بس من لما كانت ب105 و110 الكيلو، لما توصل ل77 فنقدر نقول ان هي رخصت. كمان جبت كيلو من اللحمة، أو تقدري تجيبي كيلو من اللحمة، دي ب300 جنيه، بتتباع عندنا ب300 جنيه، حلوة وزي العسل. يعني من عند جزار كده عندنا بيبيعها، وبصراحة جربتها، دي مش أول مرة أجيبها، دي تاني شهر أو تالت شهر تقريبا. ما بتاخدش سوا وزي العسل في أكلها وفي عمايلها. فانا ما اعرفش برضو الاسعار عندكم ايه، اللحمه زياده ولا لا، لان انا كنت قبل ما اجيب اللحمه دي انا كنت بجيبها ب 420 و450. دلوقتي انا جبتها بصراحه ب 300، بقالي شهرين او ثلاثه بجيبها ب 300. انا هنا قطعت الكيلو لنصين، نص مكعبات، ومثلا ده هنحطه في صينيه، يعني في حله باميه في اي حاجه، والنص التاني قطعته قطع صغيره جدا عشان اقدر اعمل بيه كباب حله. لازم ولابد وحتما ان احنا واحنا بنحط الاطباق بتاعتنا نكون بنفكر احنا هنستخدم الطبق ده في ايه. يعني اول مثلا ما احب ان انا اعمل صينيه بطاطس، هتلاقيني رحت واخده الطبق اللي فيه القطع بتاعه الوراك دي، ورحت واخداه لصينيه البطاطس على طول. طب هنقسم الثلاث فرخات ازاي يا نهى؟ اول حاجه هحط الثلاث قطع بتوع الوراك اهم في طبق. بعد كده الطبق التاني هحط فيه بقيه القطعتين، لان هما ثلاث فرخات زي ما قلنا، واحط معاهم كمان ايه، 4 دبابيس. طيب هعمل ايه بعد كده؟ همسك بقى الصدور زي ما اتعودنا كل شهر، بقطع الحته بالبوز اللي هي بتاعه الصدر دي، ودي بدخلها في اطباق. انا عايزه اقول لكم ان انا عملت بيها الشهر اللي فات، عملت بيها مكرونه كانت تحفه. عملتها يا جماعه بصليه زي كباب الحله، شلت الجلد بتاع الفراخ، وقطعتها مكعبات وعملتها بالبصل والفلفل، كانت حكايه جنب شويه رز ابيض. وكمان كنت حاطه معاها قطع من البطاطس المقليه، يعني انا قليت البطاطس وحطيتها معاها في البصل، فكانت حلوه جدا. ابتديت بقى ان انا ايه، الصدر قطعته زي ما انتم شايفين 4 قطع، الصدور اللي هي فيها الاجنحه، والطبق التاني خدت البوز بتاع الصدر، وضفت عليه اللي هي الزوار والرقبه والكلام ده. وبعد كده كان عندي باقي بقى صدرين، اللي هم دولت قطعتهم 4 تربع عادي جدا، وهقدر برضه اوظفهم وهشغلهم كويس قوي. يبقى ادي الثلاث فرخات بتوعنا، يا ريت تكونوا فهمتوني. زي ما انتم شايفين كده، طبقين للشاورما تقدري تخليهم طبق واحد وتطلعيه مره واحده تعمليه كبد وقوانص. 3 اطباق كل طبق فيه 8 قطع من البانيه، طبقين من اللحمه، شايفين اللحمه اللهم صل على النبي زي الفل. طبق اللحمه فيه 6 قطع للبامية زي ما قلنا، وطبق كباب حلة. بعد كده فيه ال4 قطع بتوع الصدور بتوع بالكتف، والطبق التاني اللي فيه بقية الصدر مع الأزوار كمان بقى. تعالوا عايزه اقول لكم بس الاسعار عشان ايه ما انساش كده. زي ما قلنا الفراخ كانت قطعه 500،
وبعد كده البانيه كان ب170 جنيه، يعني كانوا عاملين حوالي 850 جنيه. يعني ده قولي حسبة 900 جنيه فراخ. انا ممكن احط فلوس كتير في الفراخ، ليه؟ لاني انا بصراحة ولادي وكلنا بنحب الفراخ جدا، او هي العامل الاساسي اللي اقدر اشكل منها اطباق كتير، ومش كتير قوي على اسرة 4 افراد او 5 افراد انه يدخلوا بيتهم في الشهر 3 فرخات. لو عملنا لكل فرد بس فرخة، فاحنا عاملين برضو الأقل. هنا بقى انا كنت جايبه كبده، ودي كبده مستورده يا جماعه مش بلدي، ب150 الكيلو. بجيب كيلو وبقسمه على طبقين، تقدري برضو تحمري بطاطس، تقدري تعملي مكرونه، اي حاجه جنب البروتين. المهم ان البروتين موجود حتى لو بكميه قليله، بيشبع وبيكفي الحمد لله مع الاكل. كمان كفتة الرز كنت عاملة نص كيلو كفتة رز ب170 جنيه، يعني 170 جنيه، 300 جنيه اللحمة، 170 جنيه الكفتة بتاعة الرز، وبترمي معايا بتعمل طبقين حلوين قوي قوي. بوريكم ان قطعة اللحمة ما شاء الله يعني حلوة. كفتة الرز لان النص كيلو بيعمل معاكي ازيد، فانا قسمتهم على طبقين اهو. 170. كمان عاملين الكبدة ب150 جنيه طبقين، يبقى كده معانا 6 أطباق من اللحوم. الكفتة والكبدة طبعا احنا مش هنعمل الأكل ورا بعضه، يعني مش هتعملي كبدة وتاني يوم تعملي كبدة. أنا بحاول إن أنا أعمل أول الشهر وآخر الشهر عشان يبقى فيه تنوع. عندنا كام طبق بقى من الفراخ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، حوالي 11 طبق من 3 فرخات اللي احنا عملناهم. يعني ال3 فرخات بتوعنا عملنا منهم اكتر، زي ما انتم شايفين 3 اطباق، كل طبق فيه 8 قطع. طبقين من البانيه، طبق من الكبد والقوانص، ادي 1 2 3 4 5 6. عارفه ان انتوا بتهتموا بالعدد جدا، وده صح برضو عشان هنعرف احنا عندنا مخزون قد ايه في الفريزر بتاعنا هنستخدمه في خلال كام يوم. طبعا بقية الايام عايزه اقول لكم ان الميزانيه دي يعني قولي 900 و150، حوالي 1050 و150 تاني يعني. الكفتة يعني 1300، كده هيبقوا 1200 جنيه تقريبا كده يا جماعة. 1200 جنيه، وعندنا اللحمة كمان ب300، يعني 1500 جنيه. 300، 150، 150، ادي 600 جنيه، واللي عندنا الفراخ 900 جنيه، يبقى حوالي 1500، 1520 بالظبط. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، الميزانيه تكون عجبتكم. الحمد لله 20 يوم تلاجتك مليانه، هتقدري بقى ال10 ايام التانيين نوظفهم اكلات اقتصاديه. هستنى تعليقاتكم وارائكم، وكمان لايك وشير.